لو على المادة احنا ممكن نوديه بمقابل مادي، انما احنا بندور على تكبير الاسم وبنحاول نفيد مصر. هم. ده شغلنا الاول، نحاول نفيد مصر. كده كده الفلوس جايه جايه، مش عايزين نتكلم دلوقتي على فلوس، كده كده جايه بتاعت ربنا رزق. انما احنا دلوقتي احنا بندور على المصلحه العامه. بحيث يبقى عندي لاعب جاهز، فساعتها اقدر اتكلم مع النادي بقلب جامد، لا طبعا. اتفضل. وانا كاكاديميه، اكاديميه بتاعتكم احنا لا عايزين نعمل اسم موجود على طول. ده الهدف. لا يا جماعه، الرساله بتقولها اهتموا وركزوا على المكان اللي انتوا رايحين. اكيد طبعا، احنا بقالنا لحد الان 12 سنه شغالين. السنه اللي فاتت بس احنا قدرنا نسوق 58 لاعب لأندية في مصر وخارج مصر. كفي مصر مثلا في سيراميكا، في زد، في فيوتشر، في مثلا اورانج، على حسب على حسب اللاعب. هم. بنجيبهم بننزله على حسب ما المدرب اللي قدامه بيختار. هم. بنحاول على قد ما نقدر احنا نوصل. هم. ده شغلنا، احنا بنحاول نوصل للأندية هم. دوري ممتاز، ممتاز ب، درجة تالتة. ده بالنسبة لمصر. خارج مصر احنا بندور على على الفريق الممتاز على طول. ده كان بالنسبة لخارج مصر. طب طبعا الفتره الجايه دي اكيد عندكم شغل كتير، خاصه ان الاولاد بياخدوا الاجازه. طبعا احنا بنحاول لحد الآن اللي احنا بنلف في مصر، أو بالنسبة للغربية اللي عشان بمنطقتنا احنا بنحاول نلف الغربية، مراكز الشباب، المناطق الشعبية اللي احنا بنحاول نجيب فيهم لعيبة. هم. بندور على بنجيب كشافين، بنطلع ندور عليهم، هم. بنحاول نكشف لعيبة نجيبهم ونشتغل معاهم يعني ونبناهم. الفكرة عندكم بنعمل تواصل مع مراكز الشباب والأندية اللي هم الصغيرين. يا جماعة احنا الأكاديمية بتاعتنا موجودة، ونبدأ نشوف اللعيبة المتميزين عندهم طبعا. ونشغلهم كتسويق. صح كده؟ صح كده. حبيبي يا كابتن، وردنا كلها. ده نركز. رسالة أخيرة يا كابتن بقى تقولها، تحب تقول إيه؟ أهم حاجة إن هم يبصوا على أولادهم ومصلحة أولادهم، يبصوا على الكورة، على الرياضة عامة. الرياضة هي الأساس. وشكرا إن أنا كنت مع حضرتك. شكرا يا كابتن، شكراً. ورد الدنيا كلها. وإن شاء الله لنا لقاءات جاية الفترة إن شاء الله. اللي جاية كتير إن شاء الله. إن شاء الله. زي ما انت سمعنا من كابتن سمير عادل، بقول لكم يا جماعه اي ولي امر ابنه شايف فيه ان هو بيحب اي رياضه، مش شرط كره القدم، لا يفكر هو هيوديه لمين ومين النادي اللي هيروح له، بحيث يكون النادي ده بيدور على اللاعب، ما بيدورش على الربح المادي. هذا المشاهدين للاسف وقت البرنامج انتهى، نلقاكم الاسبوع القادم على خير ان شاء الله.